السلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده للنقاش. موضوع حلقه اليوم موضوع غريب جدا، وهو على المستوى الرياضي، ولازم نديروا له التغطيه ونديروا له النقاش ديالو كما يجب، لان هذه المناسبات الرياضيه كتكون مشهوره في الجزائر وايضا في المغرب. هي مناسبه لينا باش نوصلوا الفكره العامه، باش الناس في المغرب اللي ما مهتمينش بهذا الموضوع ديال العداء الجزائري المجاني ضد المغرب يهتموا به ويعرفوا شنو كاين. فهاد المناسبات الرياضيه الجزائر كتبغي تخلق بهم الحدث، ولكن في حقيقه الامر هي كتعاوننا حنايا وكتساعدنا اننا نوصلوا الرساله ديالنا بسرعه، وانها توصل لكل المغاربه. اللي متبعين القنوات ديالنا غادي يعرفوا بانه هادشي اللي دارته الجزائر مع نهضه بركان في المطار ماشي غريب، راه ماشي زعما شي حاجه جديده، راه ماشي زعما شي حاجه مفاجئه، زعما راه ماشي شي حاجه غير منتظره. راه عادي جدا ان النظام العسكري في الجزائر يتعامل بهذه الطريقه، وانه يضيق على الفرق والمنتخبات واي مغربي غادي يمشي للجزائر. الشيء الا كنتي مغربي بوحدك ومشيتي للمطار ديال الجزائر غيديروا لك نفس التضييقات وغيخليوك منشور وغيخليوك كتسنى وغادي يخرجوها منك. وداكشي علاش خاصنا نستغلوا هذا الحدث وهذه المشكله اللي طاحت فيها الجزائر، لانها مشكله كبيره مرة أخرى بكل غباء غادا تعاوننا. خاصنا نستغلوا هذا الحدث هذا لصالح المغاربة باش توصل رسالة لكل المغاربة بدون استثناء. أنا تفاجأت وتصدمت بقنوات وصفحات ديال نهضة بركان في مواقع التواصل الاجتماعي تيقول لك ما تسيسوش هذه المقابلة وخليونا بعاد على السياسة، حنا غنمشيو نلعبوا في الجزائر مباراة وغنرجعوا. وأنا بطبيعة الحال لا أعمم، أنا عارف بأنه كاع الناس في بركان وكاع الناس في الشرق المغربي عارفين الحقيقه ديال الجزائريين، وبزاف الناس ديال الشرق منهم بركان ووجده كانوا تيقولوا لي شحال هذه بانه الجزائري ما تخليش موراك واخا يكون ميت. يعني هما راه عارفين الحقيقه ديالهم من ايامات داكشي اللي داروا مع فرنسا في جدودهم، ومن ايامات الخيانه ديالهم المستمره والتهجير وبزاف الامور. ولكن تفاجأت انه مؤخرا الناس محسوبين على الجمهور ديال نهضه بركان تيقول لك لا حنا والجزائر بخير وغنلعبوا مباراه وغنرجعوا. تيهضر بحال الا غيمشي يلعب في سويسرا وغادي يرجع في امان الله وما غتوقع ليه حتى شي مشكله. ها هو مع الباب، مع نزله الطياره، مع الدخول للمطار، ها نتوما كيف ما كتشوفوا في الصور نشروهم تمايا وخلاوهم تيتسناو وقالوا لهم حكاو الواد راه الاجراءات. من المفروض ان الناس ديال الشرق، وانا لا اعمم، الاغلبيه ومنهم الناس هنايا تيشجعونا حتى بركان ومعنا منذ سنوات وكيدعمونا وكيشجعونا ودائما في التعليقات ديالهم حاضرين، وكنحييهم من هذا المنبر. وان شاء الله بسبب هذه الاستفزازات الجزائريه الغبيه والعابطه ان شاء الله نربحون في الجزائر ونربحون في الروتور في المغرب. ولكن من المفروض انه الناس ديال الشرق ديال المملكه المغربيه عارفينهم مزيان. يعني مثلا شي واحد بعيد في الشمال، شي واحد بعيد في الجنوب، شي واحد بعيد في الغرب ديال المملكه يقدر يكونوا والديه ما عاودوش لي على الجزائريين ولا الحقيقه ديالهم، ما عارف شنو هو العداء. كيف ما كان الحال ديالي مثلا، ما قرينا في المدرسه والو، ما قالوا لينا والو، والاعلام تيهضر على اعداء الوحده الترابيه وما كيسميش وما كيقولنا شنو واقع، ما كيقولنا شنو طرا. هادشي اللي طرا مع نهضه بركان راه كيوقع للانديه المغربيه اللي كتلعب في الجزائر والمنتخبات منذ عقود. غير هو الاعلام في المغرب ما كانش كيتناول هذه القضيه هذه، ودابا مع النعمه ديال مواقع التواصل الاجتماعي ولينا كنعرفوا واش واقع. حسب الصور المنشوره والمتداوله كيبان بانه الفريق او البعثه ديال النهضه البركانيه متوقفه في المطار منذ مده طويله. الناس ما لقاو فين يجلسوا، الناس ما لقاو فين ينعسوا، وتقول داخلين شي زريبه ماشي مطار. ياك قلتوا المطار ودرتوا فيه بزاف الامور وبزاف التحسينات، ما كاينه حتى قاعه ديال الانتظار. اللعابه ديال فريق نهضه بركان مجبدين في الارض محيدين سبرديلاتهم وباينه فيهم جالسين تما تنتظروا منذ ساعات طويله جدا. علاش ندير تحليل لهاد الصور؟ لانه الاعلام الجزائري وبعض الصحفيين في الجزائر ناضوا قال لك لا ما كيتسناوش بزاف وهذا افتراء وهذا كذب. هانتوما شوفوا غير الصور. وحتى البعثه ديال نهضه البركان كتاكد للصحافه المغربيه بانها محتجزه وما قادراش تخرج من المطار، وما عارفين شنو كيتسناو تمايا وشنو غيوقع لهم. كيبانوا في الصور بانهم حدا الحقائب ديالهم. يعني هادوك الناس في المطار ديال الجزائر احتجزوا لهم الحقائب ديالهم، قلبوا لهم الحقائب ديالهم لمده طويله، رجعوا لهم الحقائب ديالهم، ومع ذلك خلاوهم داخل المطار. وحنا عارفين ان المطارات في الجزائر خاويه كتصفر، وراكم شفتوا هذه القضيه ماشي مره ماشي جوج في الحلقات التهبيطيه والابتزازيه. كنت كنبين لكم بالفيديو صوت وصوره بان المطارات
خاويه عنده. اصلا في مدرج المطار ما كتلقى غير الطائرات الجزائريه، ما كاينش الطائرات الاجنبيه، ما كاين حتى شي واحد كيمشي للجزائر. يعني هذه القضيه ديال انهم تعطلوا لانهم مطار وعادي جدا انهم يتعطلوا في المطار، هذا كذب وافتراء. المطارات الجزائريه والمطار ديال الجزائر العاصمه فارغ جدا، كيجيو ليه كل يوم، ودخلوا المواقع الانترنت ديال الطيران كتلقاو كل يوم 2-3 الطائرات اللي كينزلوا فقط. وهذوك الطائرات اللي كيجيو ديال الجويه الجزائريه كيجيو دائما خاويين. علاش كيجيو خاويين؟ كيجيبوا فيهم غير شويه الكليات حيت كيعمروهم بالكوكايين وما كيبغوش يتفضحوا. فهاد الاسطوانه ديال راه المطار وعادي الناس يتعطلوا، لا راه ماشي عادي، هذا راه فريق، هذا راه خصو يدوز هو الاول. هذا راه نادي جاي ينافس في واحد المسابقه افريقيه، ماشي نتوما اللي منظمينها، راه الكاف اللي منظمات المسابقه هذه. وبزز من الجزائر حسب البنود ديال هذه المسابقه الافريقيه اللي دارتها الكاف انها تسهل الطيران وانها تسهل دخول البعثه ديال الفريق المنافس، وهذا الشيء ما طبقتوش، وهذا الشيء ما احترمتوش البنود ديال المسابقه الافريقيه. يعني نهضه بركان راه قلتها لكم في الفيديو من قبل وقالوها لكم بزاف الاخوان، كنتم الاول تسبقوا البلاغات للكاف وتقولوا لهم حنا كنحضروكم، ها شنو غادي طرالنا. قلت لكم في الحلقه السابقه راه غادي يحبسوكم في المطار، راه متوقعه جدا، راه غير شي واحد ساكن في شي كوكب واحد اخر هو اللي ما غيتوقعش ان الجزائر تحيد لكم الكاميرات، تحيد لكم الميكروفونات، تحيد لكم الماتيريال ديال التصوير، ودير لكم هذاك الشيء ديال الهبل تربح. تقول لكم حكا راه كنتسنى لوطوريزاسيون، راه كنتسنى واحد مسؤول على مستوى عالي جاوبنا، وهذاك الهبال ديال والو. هذوك الناس اللي في المطار تلقاهم دابا راه يهضروا معاهم زوين، تيقولوا لهم نتوما خوتنا خاوتنا في المغرب، حنا راه ما درنا لكم والو، حنا غير موظفين. والمغاربه بطبيعه الحال غادي تيقوا هذا الهبال ديال هاد الناس هادو اللي كيتعاود، وحنا مازال ما بغيناش نفهموا. اداره نهضه بركان والجامعه الملكيه المغربيه خاصهم يضربوا لهم الطر على المستوى الافريقي، خاص يخرج بلاغ تنديدي على هذه المعامله الغير اخلاقيه والغير رياضيه. واخا تكون العداوه مع اي دوله معينه في هذا العالم، راه الاخلاق هما كل شيء. وبهذه القضيه اللي درتو خليتو الناس ما جلستهم بعدا حتى في شي قاعه ديال الانتظار محترمه. يعني نتوما ما مربيينش، يعني نتوما ما موالفينش الصواب، يعني نتوما ما عندكم لا اخلاق لا والو، وغتفضحوا. وان شاء الله مازال غنحط في الحساب ديالي في تويتر فيديوهات على هذه الفضيحه ديال الحاضره في الجزائر وديال الزريبه باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه، ومازال غنضربوا لكم الطر. ياك نتوما كديروا لنا داك الهبال ديال والو، حنا غنحولوا الهبال ديالكم الى والو، الى امتيازات والى انتصارات مغربيه كيف ما درنا لكم في الكوت ديفوار. الاداره ديال نهضه بركان عارفه ومتوقعه ان هذا الشيء وقع. كان عليكم قبل ما يوقع هذا الشيء ديروا ضغط اعلامي وديروا بلاغ ديال تنديد كيف ما كيديروا المصريين. دائما المصريين في المباريات ديالهم كيديروا هذه الخطه هذه وكتنجح لهم سبحان الله العظيم. كيديروا ضغط، وقعات ولا ما وقعاتش، المهم هما تيحميو راسهم. انت غادي للجزائر اللي هي دوله عدوه وانتشروا اخبار على انهم غادي يديروا الحجز ديال الاقمصه، ومستحيل الجزائر دير الحجز على الاقمصه ديال نهضه بركان الا حماقوا، والا الا ما بقى عندهم ما يخسروا يقدروا يديروا هذا الخطا الفادح اللي غيكون في صالح النهضه ديال بركان وربما يقصي النادي ديال الجزائر. المهم هذيك القضيه ديال الاقمصه ما داخلاش ليا انا في راسي من الاول. مع ذلك نهضه بركان كانت خاصه تاخذ الاجراءات اللازمه وتحضر الكاف، تقول لهم راه غير اسبوع من قبل الجزائر منعات المعدات ديال الفار. واش غادي يكون الفار ولا ما غاديش يكون؟ هذه بوحدها خاصها تكون فيها تنديد. التنديد الثاني هو انه نهضه بركان تقول لهم راه الانديه السابقه المغربيه منين مشات للمطارات راه تعرضات للاحتجاز وتعرضات لتاخير، وهادشي كيأثر على الظروف البدنيه ديال الفريق. الناس راه غاديين من بركان مشاو حتى لكازا، ومن كازا مشاو حتى لتونس، ومن تونس مشاو حتى للجزائر باش في الاخر ينشروهم لساعات. هادشي راه غيأثر على المردود البدني ديال الفريق ديال بركان. مزيان الاعلام ديالنا كيضغط على الجزائر بالترويج لذاك الخبر ديال محاوله الجزائر والسلطات الجزائريه منع القميص اللي فيه الخريطه المغربيه. غير واش شرحنا لكم قانونيا مستحيل الجزائر تمنع هذه القضيه هذه، لان المسابقه افريقيه ماشي مسابقه جزائريه، هي الجزائر لا تتحكم في هذه الامور. نهضه بركان كيلعب كل المسابقات الافريقيه بنفس القميص وبنفس الخريطه، ماشي حيت غيمشي للجزائر غادي يقدروا يمنعوه، وإلا منعوه راه مزيان الكوكب. سمعنا اخبار بان السلطات الجزائريه قال لك فوضات نهضه بركان بانهم يديروا ملصق ويغطيوا الخريطه. هذه القضيه هذه ما تاكدش منها حتى شي واحد ما عارف الخبر الصحيح، ولكن ان صح الخبر فهذه القضيه هذه كتبين على غباء الجزائر، لان ذاك الملصق كيتحيد. واش هما يقدروا مثلا يمزقوا الخريطه؟
حنا عارفين بان الفريق ديال نهضة بركان ما داش معاه مثلا اقمصه مختلفه، دا مع القميص الرسمي اللي فيه الخريطه المغربيه. يعني المباراه هي جدك غتلعب بزز من الحظيره بالخريطه المغربيه، حب من حب وكره من كره. اتمنى انا شخصيا انهم يمنعوهم، لان نهضة بركان غادي يكون عندها الحق انها ما تجريش المباراه وانها تخرج فائزه في المباراه وتاهل وتفرض العقوبات على الجزائر. هادشي اللي وقع كيعصب بزاف ديال الناس، ولكن راه خاصكم تعرفوا بانه بسبب هاد الاحداث الرياضيه بزاف المغاربه تيفيقوا من القلبه. بزاف المغاربه ديال الخوا تعرفوا حقيقه هذا النظام العسكري. واش كاين شي نظام في العالم كيتعامل بهذه الطريقه هذه مع فريق رياضي؟ غيعرفوا بانه النظام العسكري منين عبد المجيد كدبون الرئيس ديالهم تيقول بانه ما عندناش مشكل مع الشعب، عندنا مشكل مع المخزن، كيعرف بانه داكشي مجرد هرطقات، لان نهضة بركان جزء من الشعب المغربي، ولان هادشي اللي كديروا الجزائر يسمى تسييس الرياضه. وصراحه صافي وسائمنا من هذا العبث، والسلطات المغربيه والفرق المغربيه والجامعه الملكيه المغربيه وعطاو الجزائر اكثر من فرصه باش دير عقلها. واش مازال ما وصلش الوقت اننا نفهموا على ان هاد الجزائر راه ما عمرها غدير عقلها؟ هاد الجزائر كدير داكشي اللي باغي الشعب كون كان شعب حي كيف ما تيقولوا وما كانش راضي على التصرفات، لان التصرفات لا تسيء للمغاربه. محاوله تاخير الفريق في المطار، شحال تعطلوا تما كاع 10 سوايع 24 ساعه، شحال كاع غادي تحتاج تزوم في المطار؟ في الاخر غادي تلقاوهم بزمنكم وبالسيف عليكم، وغادي يدخل القميص ونهضة بركان غتلعب بالقميص بالخريطه المغربيه، حب من حب وكره من كره. هاد الالاعيب اللي كيديروا نظام العسكر راه هو عارفوا بان هادشي يرضي الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ملي كيشوف هاد المعامله السيئه للفرق المغربيه مثلا كينشاط وكيعجبو الحال وكيحس بالافتخار، هو كيحس بانه زعما راه دار شي انجاز، مع العلم انه كيف ما قلت لكم هادشي لا يسيء للمغاربه بقدر ما يسيء للجزائر شعبا ودوله. الناس كامله غادي تعرف بهذا التصرف الغبي ولا اخلاقي ولا رياضي ديال محاوله التاثير على الفريق ديال نهضة بركان بدنيا وتخرجوا من التركيز ديالو باش هما يربحوا، وفي الاخر كيصدعونا بالكولاسه والجوسسه والعوساسه. هذا اكبر غش ممكن ديروا شي دوله على المستوى الوطني باش تاثر على فريق منافس. وهذه فرصه مره اخرى جديده للجامعه الملكيه المغربيه وللنادي ديال نهضة بركان باش يضغطوا على الاتحاد الافريقي، لان هذه الممارسات اللي كديروا الجزائر لا علاقه لها بالرياضه. هذه الممارسات اللي كدير الجزائر هو غش علني. ديك المره حبسوا الفار وتعالوا، دابا هما تيعطلوا الفرقه وتيأثروا عليها بدنيا وتيستفزوها وتيخرجوها من التركيز ديالها، وهادشي يقدر ياثر عليهم. وإلا ما تاهلاتش راه بسبب هاد التصرفات السبيانيه اللي كديرهم دوله الجزائر على اعلى مستوى. راه كنتكلموا على المطار ديال الدوله، وغالبا هذوك الناس اللي في المطار عندهم قرار من رئيس الجمهوريه الجزائريه عبد المجيد كدبون باش يعطلوا الفريق البركاني لاطول مده باش ياثروا عليه. والزريبه ما عندهم حتى كرسي في المطار، وقال لك حنايا دوله متقدمه، نتوما دوله متقدمه في التخلف. كنتمنى هذه الحادثه الرياضيه مره اخرى تخلي شريحه كبيره من الشعب المغربي يعرف حقيقه هاد جيران الشقاق والنفاق اللي كيسميوهم بخوا. لمعلوماتك هذا الفيديو تسجل والبعثه ديال الفريق نهضة بركان مازال في المطار. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.